نخش على اسبانيا، اللي انا بصراحه متوقع ان هي هتكون بطل العالم السنه دي يعني. في المركز الخامس، وكان بصراحه مفاجاه كبيره جدا ليا، بيدرو بورو. بيدرو بورو مع توتنهام السنه دي شاف موسم سواد للنسيان، بس مع اسبانيا لعيب تاني خالص. ففي المركز الخامس بيدرو بورو. في المركز الرابع كوكوريلا. يعني صفقة عظيمة لريال مدريد، يعني هيقفل له بقى الناحية الشمال خالص اللي كان مباحة بقى لها سنتين ثلاثة دي، مندي لجارسيا فهيقفلها له خالص يعني. في المركز الثالث بصراحة، وهو ابتدى كأس العالم عامة مش أحسن، مش أفضل حاجة، بس مع توالي الماتشات وكده رودري رمانة الميزان. يعني أنت لو شلت رودري من الملعب، أسبانيا دي هتفك فكة بنت لذينة. حتى لما كان بيدري مش في مستواه عشان كده هو قعد يعني، لا هو كان بيبقى شايل نص الملعب لوحده حرفيا يعني. ففي المركز الثالث رودري، يعني اللي هو فكرنا بالموسم شويه، الموسم اللي هو كسب فيه البلندور. في المركز الثاني كوبارسي. بصراحه الراجل كان 19 سنه وبيأدي الاداء ده، وماتش فرنسا عمل ماتش عالمي على كيليان امبابي والتسانه الهجوميه لفرنسا. ففي المركز الثاني كوبارسي. المركز الاول بقى ده مفاجاه كبيره جدا بصراحه ليا، ويعني محدش كان متوقع خالص. كان الناس متوقعه ان هو ده هيبقى نقطه الضعف في اسبانيا. لابورت. لابورت يا جماعه، ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ برايم نيستا وبرايم مالديني ضربوا في خلاط، طلعوا نسخه مرعبه من لابورت. اعتقد لابورت احسن حاجه هو عملها ان هو قرر ينهي المغامره اللي كان راحها في السعوديه للنصر السعودي، ورجع لاتلتيكو بلباو. لعب موسم كويس جدا وانضم المنتخب ولعب اساسي، وبجد خطير. لا 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 لا، يعني بجد يعني تحس ان هو قائد الترسانه الدفاعيه الاسباني. ما ذكرتش اي حد هجوميا عشان الهجوم، يعني ما فيش حد منور قوي يعني. من اول باينا لامين يامال برضو مش افضل مستوياته. اولمو عادي. بيدري مش بيلعب. اوريازابال برضو كويس، بس اللي هو يعني مش منور قوي يعني، في احسن منه كتير يعني. هي مني اسبانيا الصراحه السنه دي نص الملعب بقياده رودري، والدفاع بصراحه المنظومه مرعبه يعني. بيلعبوا بترحيل وكل حاجه، لا لا منظومه بجد مرعبه. فده كان ترتيبي الاسباني.